السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللي بيحصل في الساحة الإعلامية في الوقت الحالي واللغط الكبير جدا اللي موجود في السوشيال ميديا وفي التلفزيونات المصرية والقرارات اللي بتطلع من خالد عبد العزيز وأحمد المسلماني، بالنسبة للإيقاف، بالنسبة كمان لإعادة ضبط الإعلام المصري. ولكن أنا شامم ريحة مش مظبوطة شوية، واضحة، بدأت تظهر من بعض التعليقات بالنسبة لبعض المذيعين اللي موجودين أو الناس اللي هم أصحاب الخبرة في الإعلام بالنسبة للإعلام المصري. وده وجهة نظري هيصب علينا أو هيوجد لنا حالة من المشاكل الفترة الجاية، وإحنا بصراحة مش محتاجينها في التوقيت الحالي. إحنا بنحاول نرجع جمهورنا للملاعب، بنحاول نوجد حالة من الراحة، أو كمان بلاش الراحة، هتكلم على الترويج بالنسبة للمنتج. المنتج المصري لكرة القدم بدون جمهور ليس له أي قيمة، بدون جمهور وبدون متابعة وبدون منافسة شديدة في أرضية الملعب، حتى بين الملاك حتى بين الرؤساء، أنا ما عنديش مشكلة. ولكن تكون من اعلامه اعلام انا شايفها غريبه شويه، او اعلامه جمهور، او اعلامه بعض اللعيبه برضه شايفها غريبه شويه. عندنا وقفه من المسؤولين في اعاده الانضباط الاعلامي اللي بيأثر على الترويج المنتج. والترويج المنتج ده جاي من امور كتيره جدا، منها بنيه تحتيه، منها تصوير، اخراج، فار، تحكيم، منافسة، صفقات، كل ده اللي المفروض يكون موجود. طبعا تابعت بالامس مباراة الاهلي قبل مباراة الاسماعيلي. انا عجبني جدا الحرس، وللمرة التانية بقول ان مارسيل كولر فلس، والاهلي بيغلط غلطة عمره اذا استمر على مارسيل كولر في كاس العالم. حتى لو طلع كل مسؤولين النادي الاهلي يتكلموا على فكرة ان النادي الاهلي لا يتعامل بالقطعة، الموضوع مش موضوع قطعة، موضوع ان انت داخل على محفل كبير جدا وكاس عالم كبير جدا. اذا لم تأتي بمدير فني في التوقيت الحالي عشان يتعامل مع المجموعة اللي موجودة ويخلق حافز جديد وروح جديدة وتكتيك جديد واسلوب جديد بالنسبة للنادي الاهلي، انا شايف الموضوع يبقى صعب جدا في كاس العالم حتى لو جبت كريستيانو رونالدو. ده وجهة نظري الشخصية. الاسماعيلي امبارح كان بيلعب مباراته مع فاركو في استاد الاسماعيلي. انا كتبت تغريدة امبارح قلت لو جمعنا كل مدربين العالم، ارني سلوت، يورجن كلوب، بيب جوارديولا، مورينيو، جاسبرين، انطونيو كونتي، سيموني انزاجي، انشيلوتي، هانز فليك، اي حد بالمجموعه دي عملت منها كونسولت عشان ينقذوا الاسماعيلي في التوقيت الحالي، صعب جدا. صعب لان القماشه والكواليتي بتاع لعيبه نادي الاسماعيلي وحش جدا، وحش وحش فعلا يا جماعه. لو عملنا مقارنه بينه وبين الانديه اللي تحت، احنا نشكر مودرن سبورت لانها خساراتها او توالي الخسارات محافظ على مركزهم تحت، واحنا مخلينا فوق شويه. انما لو مودرن بيكسب ماتش ولا ماتشين كنا زمانها في القاع. صحيح في دور تاني وهتلعب عليه، لكن عدد نقاطك ممكن ما تسعفكش، لان مودرن ممكن تتحسن، انبي بيطلع، المحله بيطلع. الفرقه الوحيده اللي عندها مشاكل على مستوى التكتيك وعلى مستوى القماشه وعلى مستوى الامور الماديه وعدم الاستقرار والمشاكل اللي موجوده في اسماعيليه والانقسام اللي موجود داخل المجلس ياثر على اي فرقه في العالم حتى لو ريال مدريد. ده لازم يا جماعه ناخد بالنا منه، ناخد بالنا ان المرحله اللي جايه مرحله تصحيح اوضاع. انا قلت قبل كده كتبت ان نصر ابو الحسن لازم يوحد المجلس في الوقت الحالي، ولازم يوحد اسماعيليه كلها، لان على فكره يعني هدوء اسماعيليه جاي من هدوء نادي الاسماعيلي. البسمه على جمهور نادي على اسماعيليه في المحافظه كلها جايه من نتائج نادي الاسماعيلي. الارتياح بالنسبه للناس والشعب والناس المحبين، لان انت عندك مليون واحد في المحافظه، المليون واحد بيحبوا كره الاسماعيلي وبيحبوا الاسماعيلي، وبالتالي لازم نحط في الحسبان دي. انا بقول طبعا على الناس اللي هم عظماء او الاساطير بالنسبه لنادي الاسماعيلي، لازم يروحوا للمحافظ، يروحوا للوزير، يعملوا لجنه مع مجلس الاداره، لان لو نزلنا درجه تانية مش هنرجع. صعب، لان تحت اصعب من فوق. فوق ممكن تقعد نقطه نقطتين ثلاثه اربعه، ممكن تقعد. فوق انت ظاهر، تحت انت مش ظاهر.
خلاص هتنقرض زي بقيه الانديه. زي المنصوره كان تاريخ، المحله بيطلع وينزل، لو اللي هناك بعض رجال الاعمال كان الدنيا باظت. وبالتالي اتمنى من كل قلبي ان نحاول في التوقيت الحالي ننقذ ما يمكن انقاذه بالنسبه للنادي، عن طريق بقى المحافظ، عن طريق وزير الرياضة، عن طريق الناس المعنيين بالأمر. أساطير النادي الإسماعيلي لازم يكون لهم دور مع مجلس الإدارة في التوقيت الحالي، المنقسم جدا لثلاث أركان، منهم حد استقال امبارح مش عارف اسمه محمد عبد الله، مش فاكر اسمه إيه، اللي هو عن الفئات السنية يعني. ده من اللي أنا شفته من متابعة المباراة، لعيبة مش عارف يعني، لا روح ولا رغبة ولا انتماء ولا حمية ولا أي حاجة. معذور عماد سليمان عشان تكونوا عارفين، ومعذور حمد قبليه، ومعذور أي مدير فني هيجي في يكمل عليه، لأن احنا القماشة صفر، الدكة عندك صفرين. ده لازم في الوقت الحالي تحط له على الأقل، على الأقل طريقة أو خطة صغيرة نقدر نشيل بيها النادي في التوقيت الحالي، وبعد كده نتكلم على المراحل اللي جايه 5 سنين او 10 سنين. لان الاسماعيلي صعب ينقرض وصعب ينزل درجه تاني، لان لو نزل زي ما قلت هيتنسي. يمكن في عجاله كده، امبارح خرج اليوفنتوس عن طريق امبولي بالنسبه لكاس ايطاليا. الانتر هيلعب الميلان. الخساره بتاعت اليوفنتوس خسرت امور كتيره جدا، منها الميديا سيتا، حقوق النقله بالنسبه لكاس ايطاليا، منها كاس السوبر اللي هتلعب في الرياض في السعوديه. برضه يكونوا امبولي او بولونيا، لا لا الامر يبقى غريب جدا. عندك انتر ميلان بس، وده عامل لخبطه كتيره جدا بالامس، وكان في حاله صخب كبيره موجوده على تياجو موتا. عموما ده يمكن الفيديو بتاعنا اتكلمت فيه على فكره الترويج بالنسبه للمنتج المصري، ان الكولر فلس، الاسماعيلي لازم حد يشوفه، وطبعا خروج اليوفنتوس من الكاس. تحياتي والى اللقاء.